عنده مدرب اسمه وليد الركراكي. وليد الركراكي ده حكايه حلوه، حكايه حلوه قوي، نقف عندها لثواني بس. وليد الركراكي مشواره في التدريب، لو سالت حضرتك كده هل تعلم كم الفتره اللي قضاها وليد الركراكي في التدريب حتى هذه اللحظه؟ هتقول لي كام مثلا؟ 15 سنه، 20 سنه، 25 سنه خبرات، 8 سنين. الراجل ده بدأ تدريب من 8 سنين، من 2014. بدأ تدريب من 2014. الراجل اللي اتولد في فرنسا في باريس وعاش معظم حياته في أوروبا بعقلية أوروبية ودم حامي وحماسي عربي. توليفة عظيمة جدا لمدرب قدير جدا مع المنتخب المغربي. واحد في 2014 بيستلم نادي الفتح الرباطي المغربي، وهو مش من الأندية الكبيرة في المغرب، مش زيه يعني، مش أنا آسف يعني، مش نادي صغير، ولكن مش الوداد بتاريخه ولا الرجاء بتاريخه ولا الجيش الملكي بتاريخه. الفتح الرباطي ياخد معاه أول سنة في 2014 الكاس، يجي على اللي بعدها السنة اللي بعدها ياخد الدوري في 2015، ياخد الدوري من الفطاح اللي انا لسه قايلهم دول كلهم، الوداد بقى على الرجاء على الجيش الملكي على كل الفرق المغربيه دي. اول سنتين تدريب كاس ودوري مع فريق مش من انديه الصف الاول، من الانديه اليوم تاريخ كبير في البطولات في المغرب. بعد كده يروح قطر، ياخد الدوري مع الدحيل القطري. يقولوا له في الوداد: الو كابتن وليد، محتاجينك في الوداد عشان بنحاول نعمل فريق جديد ينافس على البطولات المحليه والافريقيه. طيب انا جاي لك. الكلام ده كان امتى؟ في 2020 2021. انا جاي الوداد، خلاص انا هشتغل مع الوداد. جاي يعمل ايه؟ يكون فريق، يبدا يعمل فريق للمستقبل للوداد. نفس السنه، اول سنه ياخد الدوري المغربي وياخد دوري الابطال. ماشي، عايزينك في المنتخب المغربي. ما هو يا جماعه يعني، ما هو ممكن يكون محليا كويس ومع الفرق كويس، بس ما يمسكش منتخب المغرب مره واحده كده وهو رايح كاس العالم وبعد مدرب كبير اللي هو خليلوزيتش، هتبقى الامور ممكن صعبه بالنسبه له. يروح مع المنتخب المغربي ويعمل ما هو اكثر من الخيال. يتعادل مع كرواتيا وصيف كاس العالم 2018، يفوز على بلجيكا المصنف الثاني عالميا وصاحب المركز الثالث في مونديال 2018، ويفوز اخيرا على كندا ويتصدر مجموعته ويقصي بلجيكا من المونديال. اكتر من الخيال. انت متخيل تجربه ناجحه قد ايه؟ احنا قدام اول مدرب عربي في التاريخ يوصل لدور ال16 في المونديال. ومره اخرى عشان ما حدش يقول لي طب ما هو مدرب محلي، طبعا مغربي ودمه عربي، بس الراجل ده عاش وتعلم الكوره والتدريب وكل شيء في اوروبا، في فرنسا.